رسميا اعتذار الاهلي عن المشاركه في كاس مصر للسنه الجديده دي. الاهلي في كاس مصر لعب ماتش قدام الالومنيوم وكسبه 1-0 وده كان في دور ال 32. دلوقتي كاس مصر المفروض ان هو هيتكمل في الفتره اللي هي راحه بين الموسمين. الاهلي طبعا رفض ان هو مش هيشارك فيه. اول ما الاهلي او كولر بس عطس في مؤتمر صحفي وقال ان انا مش هكمل كاس مصر علشان ان اللعيبه بتاعتي هتيجي في شهر 11 او 12 هتبقى ميته بدنيا ومش هاخد منها كوره بربع جنيه وهبوظ الموسم كله على نفسي. الانديه اللي موجوده خدتها الجلاله وطلع المدرب بتاع بيراميدز قال انا مش هلعب كاس مصر، وجوميز مدرب الزمالك قال انا مش هلعب كاس مصر. دلوقتي اتحاد الكره كان عامل مؤتمر بين الانديه اللي هتشارك في كاس مصر. الاهلي ومودرن فيوتشر الاثنين دول اللي ما بعتوش مندوبين من الاداره بتاعتهم علشان يحضروا الاجتماع. الغريب في الامر بقى ان كل الانديه وافقت. صفحه الاتحاد الكره دلوقتي مطلعه خبر ان كل الانديه وافقت باستثناء النادي الاهلي. طب انت في الاول الزمالك ما كانش موافق وكان مأيد قرار الاهلي، بيراميدز ما كانش موافق وكان مأيد قرار الاهلي، ده بس عشان كان الاهلي هيشارك. دلوقتي اول ما سمعوا ان الاهلي مش هيشارك الاثنين جريوا كأن اترمى لهم عظمه وهيشاركوا قلبا وقالبا. يا جدعان انا بالنسبه لي سيبوهم يشاركوا، وانا بالنسبه لي موافق جدا بقرار مجلس اداره النادي الاهلي في حته ان هو مش هيلعب كاس مصر. زي ما طلعت انتقدته في الفيديو اللي فات عشان الصفقات، دلوقتي انا بايده في الراي ده. ما هو انا دلوقتي يا جدعان ما العبش كاس مصر ويجي دلوقتي في الفتره اللي هي بين الموسمين اللي هي المفروض فتره اعداد اللي انا باهل للموسم الجديد اللي انا عندي فيه كاس عالم انديه، عندي كاس انتر كونتيننتال، عندي دوري ابطال افريقيا بنافس فيه للنهائيات، عندي سوبر افريقيا المكون من 4 فرق، عندي دوري جديد، عندي كل البطولات دي، واجي في الفتره بتاعه الاعداد اللي هتخلي اللعيبه بتاعتي تقف على رجليها بقيه الموسم العب فيها كاس مصر وما اعرفش اعمل فتره اعداد واخسر الموسم اللي جاي كله واطلع بموسم صفر. وهو الزمالك وبيراميدز وافقوا ليه؟ ما هو علشان الاثنين بيدوروا على اي بطوله يستروا بيها نفسهم في الفترات الاخيره. اقسم بالله هم مالطوا وعايزين يستروا نفسهم، وبمجرد انه سمعوا ان البعبع بتاعهم من النادي الاهلي مش هيشارك الاثنين فكروا ان هم يشاركوا. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو الزمالك هيلعب ايه اصلا الموسم الجديد؟ هيلعب السوبر الافريقي اللي هو الجديد اللي الاتحاد الافريقي عامله، هيلعب كونفدراليه اللي هو اصلا اقوى فرقه بيلعبها في الكونفدراليه ما تلعبش عندنا درجه ثانيه، وكمان لو اتطبق عليها النظام القديم وان الفرق اللي بتطلع من دوري ابطال افريقيا راح الكونفدراليه اقسم بالله ما هيعدي من المجموعات، ولو عدى من المجموعات مش هيعدي من الدور الاقصائي الاول حتى، وهيرجع زي كل موسم هينافس في ايه في الاخر؟ في دوري وكاس، فما عندوش مشكله ان هو ينافس في الكاس. بيراميدز بيمثل دور الزمالك في دوري ابطال افريقيا، حل محله وقلده وخد دوره كامل اللي هو برضه بيطلع حصيله في المجموعات، فبيلعب 3 ماتشات او 6 ماتشات بتوع المجموعات وبعد كده بيبقى مريح طول الموسم، بيلعب في دوري وكاس برضه، فما عندوش مشكله ان هو ينافس في الكاس. انا بقى عندي مشاكل كتير ان انا انافس في الكاس. ما هو انت مش هينفع تقارنني مع الزمالك وبيراميدز اللي هم اللي جنبي، شيء لا يذكر اصلا، شيء لا يذكر في عدد البطولات اللي بشارك فيها وبالانجازات اللي انا بعملها. فانت ما تجيش تقول لي ان دول هيشاركوا وانا مش هشارك، فانا كده هخاف واكش واشارك يعني. يا عم الاهلي مش هيشارك، واقول لك على حاجه، في الاخر الاتحاد المصري اللي هيمشي كلام الاهلي، ولو ما مشاش كلامه في الكاس هيمشي كلامه على مدار الموسم، لان خلي بالك بطوله الكاس ديت هتبقى من غير الاهلي فشل بنسبه 50%. هتخسر رعاة الاهلي، هتخسر فلوس، هتخسر امتيازات، هتخسر كل حاجه موجوده في الكاس بس عشان الاهلي موجود فيها. انت حر، انا مش هشارك. خلي الفرق اللي على قد بعضهم دول ينافسوا مع بعض، خلي الزمالك وبيراميدز يستروا نفسهم باي بطوله.